السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس حسام الحيمي. أقدم لكم اليوم آخر أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل خاص. واليوم معنا أخبار رائعة للغاية. وأول خبر معنا وهو مايكروسوفت تطلق محرك جديد يعمل عبر الحوسبة الكمية والذي يسمى باسم ماغورانا 1. ثانيا، شركة أنثروبيك تطلق محرك ذكاء اصطناعي جديد من النوع الهجين. النوع الهجين هذا نصه يعمل بالتفكير ونصه يعمل كمحرك بحث مثل جوجل، والمسمى كلاود 3.7 سونيت. جيميناي تطلق أداة مساعدة للمبرمجين. هذه الأداة اسمها جيميناي كود أسيستنت. ورابع خبر معنا وهو شركة اوبن اي اي تتيح ميزة البحث العميق الديب سيرش لجميع الحسابات المدفوعة بعد أن كانت مقتصرة على خطة البرو. ومعانا خامس خبر، خلل يضرب منصة انستغرام، وذلك عبر ضربه لإحدى برمجيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بفلترة المحتوى. وسادسا، منصة جديدة للنصب الهرمي ظهرت في اليمن باسم اي توكر. وهذه المنصة بدأت بالنصب على الناس وبنفس الطريقة السابقة، ولكن الناس زي ما نقول نقول لهم. وسابع خبر معنا منصة FBC المصرية تنصب على المصريين بمبلغ وقدره 6 مليارات جنيه مصري وتهرب إلى خارج البلاد. طبعا جمعوا لهم مبالغ كبيرة وبعدها هربوا. حساسة للغاية، وأيضا بما أنها دقيقة لكنها تنجز عمل يستغرق الحواسيب العادية لمدة سنين. يعني العمل الذي تنجزه الحواسيب العادية تحتاج إلى سنين لكي تنجزه. وطبعا هذه التقنية تعمل عبر تقنية الكيوبيتات. طبعا الكمبيوترات العادية تعمل عبر لغة الآلة التي تعتمد على الصفر والواحد، ولكن هذه الحواسيب تعتمد على الكيوبيتات. الكيوبيتات هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن متغيرات. المتغير هو حافظة تخزن داخله يعني برامج، أرقام، مدخلات. وهذه الكيوبيتات تستطيع التغير بين الصفر والواحد بكل سهولة. يعني ما تحتاج انك تحدد الامر البرمجي صفر او واحد، صفر واحد، لا، هذه تتغير من تلقاء نفسها. نشوف الكيوبيتات هنا. وهنا نشاهدها. شوفوا الكيوبيتات، هذا البت الصفر والواحد عبارة عن مدخلات لغة الآلة، ولكن الكيوبيت يتكون من المعادلة التالية والتي تسمح له التغير بين الصفر والواحد على حسب المطلوب. وهذه الكمبيوترات الكمية عبارة عن كمبيوترات حساسة للغاية، يعني وتتأثر من أطراف غلط، ولكن عبر تقنية الفيرمينات. هذه التقنية تعالج الأخطاء التي تصيب الكمبيوترات الكمية، الحواسب الكمية. هذه التقنية سوف تنقل الكوكب إلى بعد آخر لأنها دقيقة وتقوم بعمل جبار للغاية. تخيلوا أن بعض المسائل الرياضية أو بعض برمجيات الذكاء الصناعي تحتاج لمعالجتها عبر الحواسيب التقليدية إلى ماذا؟ إلى عشرات السنين، ولكن هذه الكمبيوترات تقوم بإصلاح هذه البرمجيات وتقوم بمعالجتها عبر ماذا؟ عبر بضع دقائق. كما أنها تقوم بتركيب الأدوية وتقوم بعمل معادلات الأدوية وتقوم بحساب معادلات الصواريخ، المعادلات المعقدة. فلذلك يعني الكمبيوترات الكمية هذه ستنقل البشر، هي لن تنقل البشر، ستنقل العالم الأول إلى مستوى آخر. أما العالم الثالث يعني مكانه يعني محلك سر. ثانيا، معانا خبر شركة أنثروبيك والتي صممت وأدارت برنامج التخزين السحابي كلاود. أطلقت
ذكاء اصطناعي جديد مسمى كلاود 3.7 سونيت. هذا المعالج كما قلنا أنه يتميز بشيء يعني جديد نوعا ما، ولكني لا أراه يعني شيئا مهما للغاية. تقوم بإدخال المدخلات وتطلب منه إما أن يفكر، يستخدم التفكير الخاص به، أو يبحث كأنه يبحث عن نتائج كما شرحنا في محرك البحث جوجل. يظهر لك النتائج، يظهر لك روابط المقالات التي تحتوي على الكلام الذي بحثت عنه. يعتبروه شيء كبير، حتى ألوانه يعني تعتبر كأنها يعني زي ما نقول انجلش تي. ننتقل إلى الخبر الثالث. جيميناي تطلق أداة مساعدة للمبرمجين. هذه الأداة اسمها جيميناي كود أسيستنت، أداة رائعة للغاية تساعد المبرمجين على أنهم يكتبوا أكواد ب32 لغة برمجية: جافا، جافا سكريبت، سي شارب، سي بلس بلس، سي، بايثون. يعني إضافة رائعة. لو نلاحظ أن جوجل دائما تعتمد على التقنيات التي تتضمن البنية التحتية. مثلا يعطوك معالجة تستخدمها بشكل مجاني مثلا، ويعطوك أدوات خاصة بالبرمجة، يعطوك أدوات خاصة يعني بأشياء عديدة، ولكنها يعني بشكل عام تهتم بالبرمجة بشكل كبير وبالبنية التحتية. أنا نلاحظ جيميناي ليس أفضل نماذج من نماذج الذكاء الصناعي، وبحثه ليس الأفضل، وأيضا فيما يتعلق بتوليد الصور ليس ذلك المحرك الضخم، بل يعتبر أقل محرك. ولكن فيما يتعلق بالأكواد ويتعلق بالتعرف على الصور وغيرها من الأشياء التي تحتاج بنية تحتية كبيرة وتحتاج إلى برمجية معقدة، نجد جوجل يعني تتميز فيها بشكل كبير. ورابع خبر معانا وهو شركة Open AI، شركة الخاصة بشات جي بي تي، تتيح ميزة البحث العميق الديب سيرش لجميع البيانات، لجميع الحسابات المدفوعة للتطبيق، بعد أن كانت حصرا على البلاتينيوم، على حساب البلاتينيوم برو. يعني طبعا هذا الديب سيرش هذا هو يستخدم في التحليل المعقد للبيانات، التحليل العميق للبيانات. ويقوم، نشوف معنا هنا ورشة عشان بس تفهموا كيف الوضع. في الذكاء الاصطناعي، الشبكات الدلالية، شوف الذي تعتمد على الحوسبة العاطفية التي تقرأ عواطف البشر، وأيضا تعتمد على التي تقرأ ملامح شوف هنا الشبكات الدلالية. نلاحظ أن محرك الذكاء الاصطناعي يتم عرض آلاف الصور. لماذا؟ للكائنات معينة، مثلا القطة هنا أو الكلب، ومن ثم من خلال قراءة هذه الملامح الخاصة بالصور الخاصة بالكائنات هذه، المحرك الذكاء الاصطناعي يتعرف على أن هذا الكائن هو قطة وهذا الكائن هو كلب، ومن خلال ذلك وذلك من خلال تقنية البحث العميق، لأنها تقرأ الملامح وتحلل بشكل كبير. فلذلك هذه التقنية مهمة جدا وخصوصا للباحثين، والباحثين الذي يصمموا أنظمة الذكاء الاصطناعي. فلذلك هذه التقنية تعتبر تقنية ثورية وأتاحتها OpenAI، أكيد بعد المنافسة من ديب سيك وكوين 2.5 ماكس. ومعانا خامس خبر: خلل يضرب إحدى برمجيات انستغرام الخاصة بالمحتوى الحساس. شوفوا هذه البرمجية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وعملها هو فلترة المحتوى الخاص بانستغرام من خلال الصور والفيديوهات. تقوم بفلترة هذا المحتوى وإزالة المحتوى العنيف، المحتوى الجنسي. ولكن عندما ضرب هذا الخلل المنصة، ظهرت فيديوهات غريبة، وظهرت فيديوهات جنسية، وظهرت فيديوهات عنيفة. واستغل رواد انستغرام ذلك، يعني الذي يشتغلون مثلا في المحتوى الحساس، استغلوا ذلك في نشر فيديوهات حساسة بدون رقابة، عشان يحصلوا مشاهدات أكثر ويحصلوا تفاعلات أكثر
ويحصلوا تفاعل ووصول أكثر. مصائب قوم عند قوم فوائد. وظهرت لنا منصة جديدة، نشوفها لو هي موجودة الآن. لا، هذا خبر خاص برجل من جامايكا الذي فاز باللوتري بعد أن حصل عليه، لبس قناع آيس كريم عشان أسرته، يعني أقاربه الذي هم الدرجة الثانية، ما يعرفوش إنه أخذ استلم فلوس ويطالبوه فيها. شاهد التالي رائع جدا. إنسان ذكي للغاية، فاهم الفولة. نشوف هل هي هنا. نعم، هذا هو الخبر. هذه المنصة الاحتيالية اسمها AI تلكر، يعني حتى الاسم غريب هكذا، كانوا اسم تركي أو اسم. هذه المنصة عزمت الضحايا على غداء زي ما عزموا في المنصة السابقة، وأنتم بتكونوا أفضل ناس، وأنتم بدهم شهايد حق إيش ما تعرفش. يعني أنت أخذت فلوسه ودي لك شهادة، لك شهادة إيش؟ مشاركة إنك تغديت، إنك شهادة إنك تغديت، شهادة إن أنا ضحكت عليك. ما تفهمش، لا إنهم درسوهم ولا إنهم فهموهم حاجة، بروزوهم شهايد وعزموهم في بيت شعبي، يا ريت عزمهم في مطعم. يلا، إنهم ضباع وليسوا بني آدم إطلاقا. وكما قلنا لكم، المنصات الهرمية هذه هي عبارة عن نصب، لأنه نشاطها ما فيش معاها نشاط أصلا، لا بيبيعوا منتجات، لا يقوم بعمل استثمارات ولا يفعلوا شيء، يعني مجرد إنه ياخذ فلوسك ويعطي لك منتج وهمي، قطارة، مرهم للحبوب، يعني أي شيء من هذا الهبل، أو مثلا ساعة أو أي شيء، وياخذوا فلوسك. لو المشكلة إنه عادهم يدخلوك في جلسات زوم ويمضوك ويخلوك توقع انك ايش ما تتكلمش ولا تعترف ولا تدي اي بيانات على انهم نصبوا عليك، اخذوا فلوسك، وعلى اساس انهم يعطوك جزء من الفلوس ايش يفعلوا؟ يخلوك تدخل ضحايا اخرين وايش ويودفوا بك انت. فلذلك احذروا من هذه المنصات، لانها كلها نصب في نصب، ما فيش معهم اي نشاط ولا معهم اي شيء. يسموها بالتجارة الهرمية مثلث بونزي، ضحية يدخل ضحايا بعده ويأخذ الفلوس ويفرقوا جزء منها على الضحايا الأولين، وهذولك يدخلوا آخرين، وهكذا وتستمر الحكاية. معانا أيضا منصة هرمية في مصر. هذه المنصة قامت بالنصب تقريبا على 100 مليون شخص في مصر، وأخذوا منهم 6 مليارات جنيه مصري، يعني مبلغ كبير جدا. وطبعا يعني الضحايا حقهم دائما ما يكونون من البسطاء، يعني مساكين لا يقرأوا ولا يكتبوا ولا هم فاهمين ان هذا مثلث بونزي وان هذا نصب، يعني بأي كلمة يضحكوا عليهم وياخذوا فلوسهم، ودخل بعدك ناس على أساس نحن نعطيك جزء وتستمر الحكاية. بعد ما خلصوا ينصبوا على الناس هربوا إلى خارج مصر، قالوا انهم قبضوا على هؤلاء 1 2 3 4 5 6 7 8 9، قبضوا على 9 أشخاص، كانوا قبضوا على 13، يعني على حسب ما قريت الخبر، لكن هنا هم 9. وشوفوا أخذوا ذهب على الناس، ذهب، دولارات، فلوس، هواتف، تلفونات، ومكاين عاد فلوس، يعني مستعجلين، لابتوبات وأمور، يعني باين إنها نصب في نصب، ولكن يعني يستغلوا الجانب العاطفي والجانب الديني للناس على أساس إنهم يضحكوا عليهم، وخصوصا إذا كنت يعني لم تقرأ ولم تكتب، يعني أنت ضحية على طول يضحكوا عليك. ونصل إلى آخر خبر، نقول الديب سيك تقول أنها أصلحت منصتها. طبعا الصورة يعني ما جبناهاش، ولكن يعني نقول نجيب الشعار حق الديب سيك من الوصول السريع. رياض مهندس، الذكاء. طبعا بعد تفوق منصة ديب سيك للذكاء الاصطناعي، وخصوصا أنهم استخدموا شرائح نيفيديا الذكاء الاصطناعي، شرائح نيورومورفيك عصبية، ولكنها يعني قديمة نوعا ما، وتفوقوا بذلك على منصة شات جي بي تي، وخصوصا في البحث العميق، يعني نتائجهم كانت رائعة للغاية. تعرضوا لهجمات سبرانية
كجزء من الحرب السبرانية. طبعا لو أنتم اشتركتم في ورشة الأمن السبراني بتفهموا هذا الشيء، بتفهموا إيش معنى إسبوناج، بتفهموا إيش معنى تصنيف الهجمات السبرانية، وما هو الدافع، وما هي معادلة الهجمات السبرانية. طبعا هذه الحرب السبرانية تجري بين الدول، وكل واحد عشان يوقع تقنية الآخر وعشان يوقع اقتصاد الآخر. وخصوصا أن الديبسيك تفوقت بشكل كبير كما قلنا في البحث العميق، ونتائجهم رائعة للغاية، ولكنها تعطي النتائج نوعا ما بشكل رسمي، مش زي ما شات جي بي تي التي تعطيها يعني مثلا باللهجات وكذا، لكن يعني البحث الخاص بها يكون أضعف من الديبسيك. هذه المنصات تعرضت لحرب شرسة لمدة تقريبا أسبوعين، ما تسبب بسقوطها لعدة مرات، ولكن المهندسين الصينيين استطاعوا أنهم يرجعوا المنصة بشكل أفضل من السابق. كما أنهم أطلقوا كوين 2.5 ماكس اللي قلنا يولد الصور بشكل مجاني وبشكل رائع. خلينا نشوف الفيديو بس عشان نفهم الديبسيك. الصناعي الصيني وصل وسط مخاوف أمريكية، ولكن ما هي مميزاته؟ ديبسيك هو محرك ذكاء اصطناعي يتميز بأشياء رائعة للغاية تميزه عن باقي المحركات، ومن هذه المميزات قوته الهائلة في توليد الإجابات. محرك مفتوح المصدر يمكن المطورين من التعديل عليه وموائمته حسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى قدرة الجميع على الاطلاع على كوده المصدري، ما يجعله محل ثقة وأمان. طريقة عمله والتي لا تحتاج إلى تدريب من قبل المستخدم، حيث يقوم بحل الأسئلة لعدة مرات من تلقاء نفسه ويعطيك أفضل إجابة. تطبيق مجاني بالكامل، وأسعار EPI رخيصة للغاية مقارنة بالمحركات الأخرى. عيوبه تتمثل في أنه مخصص للشركات بشكل أكبر من المستخدم، ولا يقوم بتوليد الصور حاليا. علق بكلمة تعلم لتحصل على رابط الموقع بالإضافة إلى التطبيق. هل كنت تعرف أن هذا تقرير يعني مفصل بشكل بسيط عن الديبسيك وعن مميزاته التي تتميز على شات جي بي تي، والتي تتمثل في أنه يتميز في البحث العميق بشكل أسرع، وأنه مجاني بالكامل، يعني عدد محاولاته المجاني أكبر بكثير، وأيضا حساباته المدفوعة يعني أرخص بنسبة 90% من شات جي بي تي. وأيضا ال API الخاص به مفتوح للجميع، يعني تقدر تشاهد الكود المصدري الخاص به وتستخدم ال API بسعر رخيص للغاية. مثلا ال API الخاص بشات جي بي تي لكل تقريبا 100,000 طلب ب$20، في الديبسيك ب$2. تخيلوا يعني فرق شاسع. أقل نقول بكم 100% ولا بكم، يعني أقل بنسبة كبيرة. فلذلك يعني انتهينا هكذا من ورشتنا اليوم بشكل سريع، وتناولنا أهم الأخبار التكنولوجية. لا تنسوا أن في كورس للذكاء الاصطناعي رائع جدا، يعني ندرسك كل شيء ما بداية، ندرسك كيف بدأت الآلة، كيف بدأ الذكاء الاصطناعي، إيش الفرق بين الذكاء الاصطناعي والبرمجيات العادية، ونشرح لك طريقة عمله ونماذجه وكل شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي. يعني إذا درستوا معنا بتستفيدوا جدا، وبتدخلوا يعني بتكونوا يعني من رجال العصر يعني بشكل عام، لأنه الذي لا يتعلم الذكاء الاصطناعي حاليا زي اللي ما كانش يتعلم الكمبيوتر سابقا، وضيع على نفسه فرص بالآلاف. أنت كلما تعلمت الذكاء الاصطناعي وتعلمت التقنيات الجديدة أنت تستثمر في نفسك وتحصل مردود أكبر. الاستثمار في النفس هو أهم شيء، فلذلك يجب أن نتعلم الذكاء الاصطناعي، لأنه يشرح ماهية عقل الإنسان بشكل يعني أساسي. أولا إن الذكاء الاصطناعي هو مستوحى من عقل البشر، وأيضا يعني يعطيك فرص كبيرة ويعزز إرادتك. هذا هو أهم شيء، إنك لما تكون تدربت الذكاء الاصطناعي وتقدم لوظيفة أكيد إنك بتكون إيش؟ بتكون أنت المؤهل أكثر من الشخص الآخر، وأيضا بيزيد من فرصك إنك تحصل يعني راتب أكبر وإمكانيات أكبر وحوافز أكثر. كان معكم المهندس حسام الحيمي، مدرب ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني، مدرب معتمد، وأعطيناكم نبذة عن أهم الأخبار التكنولوجية للشهر الذي فات. ورمضان مبارك عليكم جميعا، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نراكم في أمان الله.